شارع بغداد من أقدم وأهم الشوارع التجارية بمحافظة ميسان، واللي يعود تأسيسه إلى عشرينيات القرن الماضي. ما يميز هذا الشارع التجاري هي الفنادق القديمة، يعني فندق بغداد اللي موجود، وكذلك الحمامات العتيقة القديمة اللي توجد بهذا الشارع، وكذلك جامع الأنصاري من أقدم جوامع محافظة ميسان، واللي هو محطة للمواكب الحسينية من الستينات إلى هذا اليوم. وما يميز هذا الشارع هو الدنق القديمة اللي موجودة، واللي هو نسخة من شارع الرشيد بمحافظة بغداد. الميسانيين إذا اشتاقوا شارع الرشيد يجون إلى شارع بغداد يتمشون بهذا الشارع المهم، الشارع اللي يحتوي على مكاتب قديمة ويحتوي على أشياء مهمة جدا تراثية ياخذهم للزمن الماضي القديم الجميل. ليش سمي شارع بغداد بهذا الاسم؟ سمي شارع بغداد بهذا الاسم لأنه كان محاذي لهذا الشارع جراج، اللي هو جراج بغداد، اللي ينقل المسافرين من محافظة ميسان إلى محافظة بغداد والعكس صحيح. يبلغ طول الشارع 2 كيلومتر، يمتد من شرقا من فلكة الشهيد مروان إلى غربا ساحة جعفر الطيار، وهو معلم تاريخي من معالم محافظة ميسان. نلتقيكم جولات أخرى، مع السلامة.